هما اللي اختشوا ماتوا بجد؟ اللي اختشوا ماتوا فعلا؟ طب ماتوا ازاي وليه؟ وهل الكلمة دي حقيقية والواقعة دي حقيقية؟ كمل معايا للآخر. في مثل عندنا بيقول اللي اختشوا ماتوا. طب هي ايه حكاية اللي اختشوا ماتوا دول؟ يعود هذا المثل إلى العصر العثماني. كانت الحمامات العثمانية القديمة يتم استخدام الحطب والأخشاب والنشارة لتسخين أرضية الحمام والمياه من أجل تمرين البخار. عشان البخور يتم تمرينه من خلال الشقق. وكانت القبب والسقف والمناور معظم الحمامات من الخشب، يعني كله كان خشب في خشب. فحصل ايه بقى؟ حصل حريق، نشب حريق في الحمام المخصص للنساء، واعتادت معظم على الاستحمام عراية تماما. طبعا كان بيتم الاستحمام والكلام ده، فبعض النساء كانت عراية تماما ولا يسترهن، يعني كان اللي حوالين النساء في الفترة دي البخار فقط، بخار كتير. وخلال الحريق هربت كل السيدات، وكانت بعضهم ترتدي بعض الملابس الخاصة بالاستحمام. وبعض النساء هربت، وبعض النساء استحسنوا الموت أثناء هذه الحريقة، إن طبعا ما كانش لابسين الملابس بتاعتهم كاملة، فاستحسنوا الموت ولن يخرجوا بهذا الوضع. وطبعا ماتوا، اللي ما خرجوش ماتوا. طبعا صاحب الحمام سأل البواب هل مات أحد من النساء؟ فالإجابة نعم. مين هم؟ قال لك اللي اختشوا ماتوا، اللي خافوا يخرجوا هم بدون ملابس ماتوا. فكانت الكلمة نعم اللي اختشوا ماتوا. والكلمة والجملة دي فضلت مثل يتقال حتى وقتنا هذا. المثل ده بيتردد لما واحد يبقى عنده مثلا خجل أو حاجة من الشبيه ده. عرفت ليه بيقولوا اللي اختشوا ماتوا؟ رمضان كريم.